السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة ابداعات فرح. احنا النهاردة هنعمل اكلة كده على قد الايد، حاجة كده بسيطة جدا جدا، ان شاء الله يا رب تعجبكم. هنعمل صينية مسقعة بلدي كده، يعني ما فيهاش لحمة ولا اي حاجة، حاجة كده بسيطة وعلى قد الايد. انا هنا مقطعة البطاطس وحطها في مية عشان خاطر ما تسودش طبعا، ومعايا البتنجان مقطعاه ليه اكتر من نص ساعة عشان ما يشربش زيت. وكمان هنقليه بالطريقه اللي انا قلت عليها قبل كده. هحطه في دقيق عشان خاطر ما يشربش زيت ويبقى صحي اكتر. وهنا مقطعه الفلفل طرنشات زي ما انت شايفه كده، ومعايا كام حبايه من التوم مقشراها هفرمهم دلوقتي. ومعايا الطماطم مش هقطعها، لا دي هعصرها، احنا عاوزاها تبقى عصير طماطم. والبهار بتاعي شطه وكزبره ناعمه. هي دي كل الحاجات اللي هنعمل مع بعضينا بيها ان شاء الله صينيه مسقعه، حاجه كده جميله وبسيطه ومش مكلفه ابدا، وكمان شهيه جدا جدا. يلا بينا. اول حاجه حابه اقول لك عليها هعملها من ورا الكاميرا عشان خاطر ما اخدش من وقت كتير. هعصر الطماطم وهقلي البطاطس بتاعتي، هحمرها هي والبتنجان والفلفل، وبعدين هرجع اوريك هنعمل ايه مع بعض. حبايب قلبي، خلاص احنا زي ما انتوا كلكم شايفين حمرنا البتنجان والبطاطس وكمان الفلفل، ادينا تشويحه كده في الاخر خالص، وعصرنا الطماطم. دلوقتي الزيت اللي انا قليت فيه هحط التومه بتاعتي ومعلقه من الكزبره وحبه كده من البابريكا وحبه شطه قليلين جدا. دي كل الحاجات اللي احنا هنعملوها، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. دي الطاسه اللي انا حمرت فيها البتنجان، انزل فيها التومه بتاعتي، هديها اول حاجه تشويحه كده. ريحه التومه لما بتطلع كده بتبقى جميله جدا، انا بحب ريحه التوم جدا وهي بتتحمر، بيبقى لها ريحه كده نفاذه يعني. بدات كده تديني لون، احط لها معلقه كده من الكزبره الناعمه وحبه كده من البابريكا. هنشوح الكلام ده كله كده مع التومه. هنكون محضرين عصير الطماطم، يعني كده خلاص التومه ادتني لون. هنضيف دلوقتي عصير الطماطم. هسيب الطماطم ده تتسبك كويس جدا جدا، وهرجع لكم واحنا بنستف الصينيه قبل ما ندخلها الفرن. احنا هنعمل صوص مسقعه كده، حاجه ايه تحفه. انا ظبطت الحقيقه بتاعي في تسبيكه الطماطم، وهنا جايبه صينيه وهبدا ارص البتنجان الاول. انا نزلت البتنجان كله بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وهبدا انزل البطاطس فوق البتنجان. الولاد بيحبوها جدا البطاطس لما بتكون في صينيه المسقعه. واخر حاجه هحطها الفلفل. ودلوقتي خلاص التسبيكه بتاعتي اتسبكت كويس جدا، هضيفها كده على الوش بعد ما انا اكدت على الحقيقه بتاعي وظبطته، وهضيفها برده قدامكم عشان تشوفوا كل حاجه قدامكم. هنا خلاص التسبيكه بتاعتي اصبحت جاهزه. دلوقتي هشرب بيها البتنجان والفلفل والبطاطس، بتبقى روعه جدا جدا يعني، بتطلع من الفرن كده. هنحمر وشها تحت الشوايه بس، مش محتاجه ان انا اولع الفرن. هولع بس الشوايه، هحطها قد 10 دقايق وهخرجها من الفرن، واكيد هوريكي الشكل النهائي بتاع احلى صينيه مسقعه عملناها مع بعضينا. يا رب تعجبك، ويا ريت تعمليها زي ما انت شايفاها. اكله مش مكلفه خالص، وكمان جميله كده، وحاجه يعني بصي فاكلها تحفه والله العظيم بجد، تحفه تحفه يعني، انا بحبها جدا. خلاص هي كده بقت جاهزه. وهحطها في الفرن وهرجع لكم اكيد ان شاء الله
ان شاء الله في الشكل النهائي بتاعها. يا عيني احنا انتهينا من صينيه المسقعه بتاعتنا زي ما انتوا شايفينها، تحفه بجد بجد تحفه. انا هغرف منها وراح اخد كمان. ايه رايكم في الاكله البسيطه الجميله جدا جدا، مش مكلفاني وكمان ما فيهاش اي مجهود ولا تعب، وبسيطه والله العظيم ريحتها تجنن بجد بجد. حباكم تعملوها يا رب تعجبكم. البتنجان يا رب تعملوها وتعجبكم. ان عجبتكم يا ريت تشجعونا وتعملوا لايك وتشتركوا في قناتنا، واللي اول مره يشوف قناه ابداعات فرح يا ريت يشترك ويفعل الجرس. وانا اوعدكم ان شاء الله ان شاء الله هيوصلك كل جديد من ابداعات فرح. اسيبكم على خير حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.